كتبت كتابها ونسيت كل اللي فات، وهوية العريس الجديد هي اللي بيدور عليها الجمهور. ريم طارق طليقة حسن شاكوش حديث السوشيال ميديا بعد ما نشرت صور ليها بفستان أبيض. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت ريم طارق كانت في صدارة الترند، وده ما أثار الجدل بصورة ليها بفستان أبيض أشبه بفساتين الزفاف أو كتب الكتاب، وعملت جلسة تصوير قلب السوشيال ميديا كلها، وده لأن الجمهور مهتم جدا بأخبارها بعد أزمتها مع حسن شاكوش واللي أخدت وقت طويل جدا على الساحة الفنية. واخر ظهور لريم وهي بتتكلم عن الموضوع ده كان من 3 أسابيع بالظبط، لما خرجت وقالت انها لحد دلوقتي ما خدتش اي حاجه من طليقها، القايمه اللي بتبلغ 300,000 جنيه ومشغولاتها الذهبيه اللي وصلت ل 100,000 جنيه، ده غير المؤخر وان هي هتاخد حقها بالقانون. واكدت انه مفيش اي مجال للصلح، خاصه بعد ما اتضحك عليها اخر مره لما عملت فيديو تعلن فيه انتهاء الازمه وتشكر فيه شاكوش واخلاقه، لكن اللي حصل بعدها انها لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن. ومن بعدها ريم اخدت قرار انها هتركز اكتر على الجانب المهني بتاعها، وده من خلال انها هتبقى بلوجر، خصوصا انها شركات كتير اتواصلت معاها علشان تعمل دعايه للمنتجات بتاعتها. ده غير خبراء التجميل والازياء اللي شايفين ان ريم عندها كل المقومات علشان تكون بلوجر او موديل. علشان كده لما انتشرت صور لريم عملت ضجة واسعة، جزء من الجمهور اتكهن انها اتجوزت وبتبدأ حياتها من جديد، لكنها مش حابة تعلن في الوقت الحالي لحد ما تقدر تاخد حقها من حسن شاكوش، وان الصور باين عليها انها مش بهدف الدعاية او حاجة، والا كانت ريم اعلنت ده، وكل اللي هم عايزين يعرفوه دلوقتي من هو العريس الجديد. وجزء تاني بقى شايف ان دي صور شغل، وانه من فترة وريم مقررة انها تشتغل موديل او بلوجر، وده من بعد ما سابت حسن شاكوش، والقرار ده ما كانش منها، ده بإلحاح ناس كتير من اللي حواليها واللي شايفين ان حياتها ممكن تتغير لو اشتغلت في المجال ده، خاصة انها عندها كل المقومات علشان تعمل كده. دلوقتي بقى تفتكروا فعلا ريم اتجوزت من جديد ولا ده جزء من شغلها كموديل؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.